بعد وفاة دكتور ضياء العوضي للأسف احنا دخلنا في فتنة كبيرة جدا هتتسبب في كوارث صحية في المجتمع. المشكلة بقى ان احنا بقينا بنرفض النصيحة، بندافع عن الغلط باستماتة شديدة جدا. الكلام اللي جاي في الفيديو عايزك تركز فيه كويس جدا لانه خطير. هل الراجل ده خلصوا عليه؟ وليه لما مات الدنيا اتقسمت نصين؟ لازم تركز يا جماعة. البداية كده احنا في مصر بنعيش حالة غريبة جدا. اي حاجة جاية من مصدر علمي او رسمي بقت بتتقابل بالشك، بنشكك فيها ومش بنصدقها. زي مثلا اساتذة علوم التغذية اللي بيقولوا نحاول ناكل فاكهة خضار، نحاول نقلل من السكريات وما نبطلش الادوية الا باستشارة الطبيب. في الناحية التانية بقى أي فكرة غريبة وخارجة عن المألوف حتى لو الكلام ده غلط بتلاقي انتشار رهيب جدا يا جماعة. ده اللي حصل بالظبط مع دكتور ضياء العوضي، الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته. الراجل ده عمل حالة غريبة جدا في المجتمع تستحق الدراسة فعلا. والفيديو ده احنا تعبنا في الكلام ده جدا يا جماعة. مش هننكر انه كان عنده افكار كويسة وكتيرة، زي مثلا الصيام المتقطع اللي هو فعلا مفيد واتعمل عنه ابحاث وحاجات كتيرة جدا ودراسات. لكن في نفس الوقت هو على مدار السنين اللي فاتت طرح أفكار خطيرة جدا وفيها مبالغة كبيرة على صحتنا، زي مرضى السكر والأمراض المزمنة، إنه هاجم مثلا الأنسولين والهجوم الشديد اللي كان بيهاجم، أو منعه لبعض الأكلات المفيدة زي مثلا الألبان، الجبن، البيض، الفراخ، والتقليل من خطورة التدخين. ودي مشكلة كبيرة جدا. الإفراط من تناول السكريات. المشكلة الحقيقية مش في الأفكار دي وخطورتها، لا، المشكلة إن في ناس كتيرة صدقتها. وانا هنا مش بتكلم عن نظام الطيبات بالكامل، احنا عملنا فيديو عن الموضوع ده. انا بتكلم على بعض الافكار اللي هو طرحها الخطيرة. المشكلة بقى ان بعض الافكار دي الناس صدقتها وبتدافع عنها باستماتة شديدة جدا. المشكلة الاكبر بقى ان في ابحاث كتيرة جدا بتقول عكس كل الكلام اللي هو بيقوله. ده اللي سببه ناس في المستشفيات لحد دلوقتي. قبل ما تهاجم اسمع للاخر، انا بتكلم عن بعض الافكار. السؤال بقى هنا مين الصح ومين الغلط؟ لكن لو بصيت للسؤال نفسه هتلاقيه أعمق من كده بكتير. ليه الناس بتمشي ورا الغلط وتسيب الصح وبتنكر العلم وبتهاجمه دلوقتي؟ جزء من الإجابة دي جاي من أزمة الثقة ما بين الناس، وجزء تاني جاي من الرغبة في التمرد والاختلاف، إنك بتعارض على أي حاجة وخلاص عشان تبان إنك فاهم. وإحنا ما شاء الله مشهورين بالحاجة دي. كان فعلا العامل الأكبر في وسط كل المصيبة دي هو العامل العلمي، ضعف الثقافة العلمية. وده اللي مودينا كلنا في 60 داهية. عشان كده بتلاقي ناس دجالين كتير مشهورين الأيام دي، وكله بيطلع يتكلم في كلام خارج نطاق العلم والمنطق. المشكلة ان هما بيلاقوا افكار وروج كبير جدا. وانا هنا مش بتكلم عن دكتور ضياء العوضي بالتحديد، انا بتكلم عن الناس المنتشرة في الفترة الأخيرة كلها، زي مثلا خبراء الطاقة والأبراج والعلاج بالأعشاب وكلام كتير كده. وانا مش بهاجم الناس دي والناس اللي هي بتاعت ما وراء الطبيعة وكده. الناس دي فعلا بتقول بعض الكلام الصح، بعض الكلام الصح، وفي كلام كبير جدا غلط. في الظروف الطبيعية انت حر تصدق الارض مسطحة، الارض كروية، الناس اصلها زواحف، في فضائيين. انت حر تصدق في اي حاجة، في امراض ما فيش امراض، في الظروف الطبيعية انت حر. اما انك تقنع مريض سكر ان هو يوقف الانسولين وياكل سكر ونوتيلا وسكريات فدي كارثة. انك تقنع واحد ان التدخين ده حاجة عادية وما بيضرش دي برضه كارثة. هنا بقى الموضوع بيخرج من خانة الحرية الشخصية، او انا حر اطبق ولا لا. الموضوع بقى بيدخل دلوقتي في الصحة العامة، لان الكلام ده فيه خطر كبير جدا على صحة الناس. وللمرة الخامسة او السادسة في الفيديو ده انا بتكلم عن بعض النقط الخطيرة اللي هو اتكلم عليها في النظام او الكلام، لان النظام نفسه فيه حاجات مفيدة وحاجات كويسة جدا. في النهاية احنا كمصريين مش اغبياء او عبيط، بالعكس الشعب المصري فيه ذكاء بالفطرة منذ قديم الازل. عندك امثلة كتيرة وشخصيات وعلماء ومفكرين مصريين لو اتكلمت عنهم في الفيديو ده مش هخلص الفيديو تقريبا النهاردة. بس الواضح لنا في الفترة الاخيرة هو غياب الثقافة العامة وتصدر الجهلة او الدجالين او الناس اللي ما عندهاش علم كافي المشهد حاليا، سواء بقى ثقافي اجتماعي فني كل الكلام ده. وبسبب ده خلت في حاجات كتير اتغيرت في شخصية الناس في استقبال المعلومات نفسها، مزيج وخليط ما بين فقدان الثقة في العلم والعلماء والمفكرين او الجهات الرسمية اللي بتقول الكلام ده. زي مثال كبير منظمة الصحة العالمية
ايام فيروس كورونا. وده مؤخرا للاسف اللي خلى البديهيات العلميه والدراسات والحاجات اللي هي الطبيه والعاديه خالص الناس بدات تشكك فيها ومش مصدقاها. باذن الله في الفيديوهات اللي جايه هنعمل سلسله كامله عن مميزات نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، الحاجات الكويسه اللي فيه. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن بعض الاضرار، هنتكلم بقى عن الحاجات الكويسه في النظام ده وفعلا تجربتها واراء الناس والناس اللي جربتها. احنا زي ما قلنا النظام ده فيه حاجات كويسه وحاجات وحشه، وانت لو بتشوف الفيديو لحد هنا قول لي في التعليقات انت رايك ايه. وبس كده يا صديقي، لو بتشوفونا لحد دلوقتي فاهم حاجه تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تشوفني تاني، واستناكم في فيديوهات تانيه كتيره. سلام.